تخيل معايا كده، لو انت الشخص اللي واقف في النص في الصورة دي، هتختار مين يكون حواليك؟ تعالى وانا اقول لك، بس قبل كده اسمع الحكاية دي. في واحد فلاح كان عنده فاس بيشتغل بيه كل يوم، وفي يوم الفاس اختفى. دور عليه ما لقاهوش، فبدأ يشك في جاره. قال لك طريقته مش مريحة، نظراته فيها حاجة، ماشي كده كأنه عامل عملة، وصوته، حتى صوته باين عليه انه مش طبيعي. كل حاجة فيه بتقول ان هو اللي واخد الفاس، وكل ما يشوفه شكه يزيد اكتر. لحد ما في يوم وهو بينظف المخزن، لقى الفاس واقع ورا شوية خشب. ساعتها وقف ووشه اتحول وقال: ده انا ظلمت الراجل. بص على جاره تاني، لقاه عادي خالص، شكله بريء، صوته طبيعي، وماشي بأمان الله. فهم وقتها إن دماغه هي اللي لبست الراجل التهمة، وإن شكه هو اللي خلاه يشوف حاجات مش حقيقية. نرجع للصورة، الشخص اللي في النص ده انت، والشخص اللي قريب منك ده اللي دايما بيضحك لك، بيقول لك اللي على هواك، وبيعرف يلمع لك كل غلط، بس الحقيقة هو بيسحبك لتحت وانت مبسوط. اما الشخص اللي اختار يبعد عنه، فده شخص طيب مع الناس كلها علشان خايف عليهم، ولما بينصح بحب. هو كده بيعمل الصح علشان متربي عليه. ولو انت جواك الخير هتروح له من نفسك، ولو جواك لف ودوران هتهرب منه وتروح للي بيضحك عليك وانت راضي. الحكاية مش حنية وشدة، الحكاية انت مين في الأساس، وعايز تبقى ايه. وعلى رأي المثل اللي بيقول: يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. الناس اللي حواليك مرايتك، هتشوف نفسك في مين. وزي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.